السلام عليكم، وياكم ماجني. من كم لقطة من التريلرز مات الموسم الثاني من آل التنين اكو شي شد انتباهي، اللي هن لقطات الأمير دايمن بهارنهال، وحسيت ان هالقلعة راح تسبب للأمير مشاكل نفسية أو حتى كوابيس أو رؤى. يعني على سبيل المثال اللقطة من آخر تريلر لما يدخل قاعة العرش، بحكم ان انا قارئ الكتاب فهاي اللقطة أبدا ما موجودة، على الأكثر حلم. يعني هو أوكي راح يرجع لقاعة العرش بس مو هيك، وإذا ملاحظين فملابس اللي دخل بهن للقاعة نفسهن اللي طلع بأكثر من لقطة بالتريلرز، بس كان بهارنهال مو قاعة العرش. فاستنتجت نظرية ومو شرط تكون صح، يعني من اسمها نظرية، واللي هي تأثير قلعة هارنهال على اللي يسكنونها حتى التارجيريانز. فخليكم ويانا نعرف شنو سبب هالنظرية والأحداث اللي خلتني أعتقد بوجودها، وهم بالأخير راح أحكي عن حدث من الكتاب أستدل به على هالنظرية، فيعتبر يمكن حرق بس راح أنوه قبل لا أحكي. فإيه، لا تنسى تشترك بالقناة واللايك إذا عجبك الفيديو، وخليكم ويانا. ويا توحيد أيجون للممالك السبع، أكو 3 عوائل انقرضوا على إيد الملك التنين، اللي هم آل جاردنر ملوك أراضي المرعى، واللي انحدر نسبهم للرجال الأوائل وبالتحديد جارد ذو اليد الخضراء، وآل دوراندن ملوك أراضي العاصفة، واللي صار مكانهم البراثي، واللي أخذوا شعارهم وكلماتهم، وآخرهم واللي هم موضوعي آل هور، واللي بدأ بيهم أيجون أول شيء. بعد 40 سنة كمل بناء أكبر قلعة بويستروس كلها، قلعة هارنهال، واللي أمر بنائها الملك هارنهور، أو المعروف باسم هارن الأسود، واللي اعتقد أن حكم لأكثر من 50 سنة، يمكن وصل عمره 80 أو هيك شيء. فبعد ما قطع أرجلك المتعجرف آخر ملوك أراضي العاصفة، إيدين مبعوث أيجون هنا كأنه قدم حجة على طبق من ذهب لأيجون عنمود يوحد القارة، فأرسل الغربان لكل ملك بويستروس تحمل رسالة أن من اليوم ورايح ماكو غير ملك واحد اللي هو أنا. وبدأ أول شيء بملك أراضي النهر والجزر الحديدية الملك هارن الأسود، فحاصر أيجون قلعته المهيبة بجنوده وتنانينه، وطلب أن يطلع هارن عنمود يتفاهم وياه، ودار بيناتهم الحكي. فقال لأيجون اركع لي هسه وراح أبقيك سيد على الجزر الحديدية، اركع لي هسه وخلي ولدك يحكمون من بعدك. انت شفت جيش من فوق أسوار قلعتك، وهم شفت تنانيني. فرد عليه هارن الأسود أي شيء خارج أسوار قلعتي ما يهمني، سواري ضخمة وقوية. فرد الملك أيجون ترى التنانين تطير. فضحك هارن وقال له هي بس الحجر ما يحترق. فضاج أيجون ورد عليه ويا غروب الشمس حينتهي نسلك. فاستهزأ هارن ورجع لقلعته متحصن بيها، وظل حراس قلعته يباعون للسما طول وقت الغروب يدورون على أيجون وتنينه، بس ما شافوا أي شيء بالأفق، لأن أيجون طارب تنينه فوق القلعة الارتفاع خلى أضخم قلعة بويستروس تبين كأن هي مجرد نقطة. وفجأة نزل أيجون بكل سرعته بشكل عمودي على القلعة، وبدأ يحرق بأسوار القلعة بنيران تنين الرعب الأسود فاليريون. حرق لدرجة أن الصخور انصهرت، وأبراج القلعة صارت كأن هي شموع ذايبة، وصارت أكبر قلعة بالقارة أكبر مطبخ بيها، واللي انطبخ بيه آخر ملوك آل هور وكل أبنائه وكل حاشيته وحرسه. وانتهى نسل عائلة هور، أحد أهم العوائل اللي حكمت بويستروس، بآخر ملوكهم وأبنائه صارخين محترقين بأبشع طريقة ممكن يموت بها الإنسان. بعد الطريقة المرعبة اللي مات بها هارن وأبنائه وكل اللي بالقلعة، ظن البعض أن أرواحهم راح تسكن القلعة، أي باختصار راح تكون ملعونة. وبعد عقود من الزمن ظل بعض سكان ويستروس يؤمنوا بمصطلح لعنة هارنهال بسبب اللي صار للعوائل اللي سكنت وحكمت من القلعة. فأي بالرغم من أن هي احترقت وتدمرت بشكل كبير، إلا أن بسبب ضخامتها بقت تستخدم. يعني هي ما تدمرت بشكل كامل، يعني نقدر نقول نسبة 70-60% هيك شيء. والعوائل اللي سكنت خراب هارنهال هم الآتي: آل كورهيس، وآل هاروي، وآل تاورز، وآل سترونغ. وهمين اكو بعد عائلتين بس سكنوا بعد احداث الرقصة، فيمكن يكونوا حرق فما راح اذكرهم. وبخصوص آل سترونغ فهمين اكو حرق بموضوعهم، بس راح انبه قبل لا احرق. باختصار عمود مو كل شوية اعيد الحكي، اي شيء بيه حرق راح تشوفون هاي العلامة تطلع قبل لا احكي. فالمهم نكمل. بعد ما حرق ايجون القلعة وانهى نسل هور نهائيا، انطى حكم اراضي النهر اللي كانت تحت سيطرة آل هور لآل تالي، وانطى لوردية قلعة هارنهول لسير كوينتن كورهيس سيد السلاح بدراغونستون. يعني اول عائلة حكمت القلعة بعد آل هور هم آل كورهيس، واللي ما طولوا بحكمهم للقلعة، فحكموا من سنة 9 لحد 37 بعد الفتح. ومات لورد القلعة سير كوينتن بعد ما طاح من حصانه، وخلفه حفيده كارغون، واللي عرف بعدين بسمعته السيئة لأن كان يفرض استخدام أحد حقوق ويستروس اللي هو حق الليلة الأولى، قبل لا ينلغى هذا العرف على إيد الملكة آليسن. المهم بسنة 37 بعد الفتح كارغون انقتل على إيد المتمرد هارن الأحمر، واللي كان يدعي أن هو من نسل هارن الأسود، فعين نفسه لورد هارنهال بعد ما قتل كارغون، إلا أن هو نفسه هم ينقتل بعد مدة بمعركة
المعركة من نفس السنة، وهيك انقرضت أسرة كورهيس أول عائلة حكمت هارنهول من بعد خرابها. يجي بعدهم آل هاروي واللي حكموا القلعة من سنة 38 لحد 44 بعد الفتح، واللي كان من هاي العائلة يد الملك ميغور القاسي لوكاس هاروي، وهم بنته اللي كانت زوجة الملك ميغور نفسه أليس هاروي. فبعد ما عرف الملك ميغور أن زوجته خانته أمر أن يتم إعدام لورد لوكاس هاروي وكل عائلته من ضمنهم بنته الملكة أليس أكيد يعني اللي كانوا بقلعة هارنهول، وكذلك كل فرد بقطرة دم واحدة من آل هاروي مدينتهم بأراضي النهر. الكل رجل مرأة طفل مسن الكل يعني الكل. ميغور أباد نسل عائلة كاملة. صارت أسرة هاروي ثاني عائلة تنقرض بعد ما حكموا هارنهول. بعد ما خلص إعدام الهارويز سمح ميغور ل 23 فارس بالقتال على مود المنتصر يظفر بالقلعة، وكان المنتصر هو السير والتون تاورز، وتعين لورد الهارنهول بس توفى بسبب جروح من المعركة يعني خلال أسبوعين. وانتقلت لوردية هارنهول من بعده الابن الأكبر جوردن، وظلت أسرة تاورز مخلصة لميغور لحد آخر أيامه. وكان اللورد جوردن تاورز آخر الناس اللي شافوا ميغور على قيد الحياة قبل لا يتوفى بطريقة غامضة، اللي يدعي البعض أن زوجته قتلته أو العرش نفسه قتله. ظل وفي الملك القاسي حتى بعد ما مات. وبعد ما تولى الملك جيهيرس الحكم سجن اللورد جوردن، بس بعد مدة حصل على عفو ملكي بعد ما تنازل عن بعض أراضيه. وتوفى جوردن سنة 53 بعد الفتح. وتولى بعد وفاته لوردية هارنهول آخر أبنائه ميغور سماه على اسم الملك ميغور. واللي استقبل الملكة راينا تارجيريان واحدة من زوجات الملك ميغور سنة 56 بعد الفتح، وتوفى هو سنة 61. ظلت بالقلعة الملكة الأرملة راينا لحد ما توفت سنة 73 بعد الفتح. كان ميغور ابن جوردن تاورز آخر أفراد أسرة آل تاورز، وهاي ثالث عائلة انقرضت بعد ما حكمت قلعة هارنهول. ونجي لآل سترونغ. فبعد انقراض آل تاورز ووفاة الملكة راينا انطى الملك جيهيرس سنة 73 قلعة هارنهول للسير لوكامورا سترونغ، واللي كان واحد من أفراد الحرس الملكي. سيطرت أسرة سترونغ على هارنهول طول فترة حكم الملك جيهيرس والملك فيسيرس كذلك إيغون الثاني. فبعد ما توفى اللورد لاينل سترونغ ووريثه السير هاروين بحريق صار بالقلعة سنة 120 بعد الفتح، اللي هو مثل اللي شفناه بالمسلسل بس بالكتب يعني هو مجرد حريق مو لارس افتعال. وعلى ذكر لارس فبعد وفاة أبوه وأخوه انتقلت لوردية هارنهول إليه، اللي ظل حامل اسم سيد قلعة هارنهول حتى بعد ما سقطت بيد الأمير دايمن. وانقرضت عائلة سترونغ كالآتي: الأمير أيمند أمر بقتل كل واحد يحمل دم آل سترونغ بعد ما سقطت العاصمة بإيد أخت الملكة رانيرا. أما بالنسبة للارس الأحنف آخر فرد بعائلة السترونغ فانعدم على يد الملك اللورد كريغن ستارك بسبب اعترافه أنه هو شارك باغتيال الملك إيغون الثاني. انتهى نسل آل سترونغ رابع عائلة تنقرض بعد ما حكمت قلعة هارنهول. The ghost story. Once Rosser and the Queen gladly exploit. بعد كم من الانقراضات اللي سمعناها بالفقرة قبل هاي المفروض يكون عندنا ولو شوية إيمان يعني بأن هالقلعة ملعونة. فكل عائلة حكمت من عندها انتهى نسلها، فيا أما انتهى نسلهم بشكل طبيعي أو طاحت طرقها على رؤوسهم نهت نسلهم. بس السؤال هنا هل تأثر هاي اللعنة على آل التنين؟ ما راح أقتبس بحكي من شيء من الكتب، بس راح أبني نظريتي أو توقع يعني صراحة ما أعرف شو نسميها، خلينا نقول نظرية لأن النظرية تحتمل الصح والغلط. وهالنظرية تقول أن هالقلعة راح تأثر بشكل ما على آل تارجيريان. نشوف الأمير دايما كأنه متخبط، أو حتى ممكن هالقلعة سببت له كوابيس أو رؤى. يعني نقدر نقول ممكن هالقلعة راح تكون يعني شبيهة ولو بشكل قليل لبيت الخالدين اللي دخلته دانيرس. عارف يمكن الربط مو كلش قوي بس هي نظرية وانا جاي اهبط فعدي لي اياها. واللي خلاني اصلا اسوي هالفيديو هو هذين اللقطات، بالذات لقطة قاعة العرش اللي يدخلها دايما، وهم حنكة اضافية مني وراح تكون حرق فجاء هو. فاذا ما تريد تحرق على نفسك تقدر تنهي الفيديو هنا. احب اقول لك شكرا لوقتك واتمنى عجبك الفيديو. لا تنسى الاشتراك واللايك. مع السلامة. أما إذا ما يهمك فتعال أقول لك على هالنظرية اللي عندي. بعد ما بدت الرقصة وبين كل أطراف النزاع، السود بقيادة رينيرا والخضر بقيادة إيغون، فبسبب أن الأمير دايما سيطر على القلعة وسكن بيها ببداية النزاع تقريبا، ممكن أثرت هالقلعة على الحزب الأسود وسببت لهم خسارات أكثر حتى من الخضر. ولأن أيمن همين دخل القلعة فتأثر باللعنة ومات على إيد عمه، وعمه همين مات وياه بنفس الوقت. بس أحس تأثير اللعنة كان بشكل خاص ومركز أكثر على السود أكثر من الخضر. لا ننسى أن رينيرا فقدت 3 من أبنائها بهذا الصراع بعد ما سيطروا على قلعة هارنهول، واللي هم جيسيرس ولوكيرس وجوفري، واللي ثلاثتهم سترونغ مع دعمي للحزب الأسود. بس الحقيقة ولين هم سترونغ واللعنة صابت آل سترونغ ونهت نسلهم فكان لازم الثلاثة يموتون، وهم ماتوا بطريقة عم تقل بشعة على هاروين وأبوه لاينل ولارس وكل واحد من أفراد السترونغ، يعني كلهم ماتوا بطريقة بشعة، يمكن أقلهم لارس. فأحس هاي اللعنة أثرت بشكل خاص على الحزب الأسود وبشكل عام على التارجيريان. فبعد أحداث الرقصة آل التارجيريان مو نفس قوتهم وجبروتهم قبلها، هانوا كلش. كانت البداية البطيئة لانهيارهم على إيد المتمرد روبرت براثي.
ولهنا وصلنا لنهاية هذا الفيديو. اللي أعرف تأخرت بتنزيله، كان المفروض أنزله ورا أسبوع من آخر فيديو نزلته، بس انشغلت بسبب الامتحانات وبعض الأمور. لكن هسه خلصت امتحانات وما عندي شيء، فراح أحاول أنزل فيديو كل أسبوع ومو بس على آلة التنين. وأتمنى هالفيديو عجبكم، اللي هو كان مجرد فضفضة أو مجرد إيش نظرية خطرت ببالي، قلت خل أسولف وياكم. إذا عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك واللايك. سلام أو بيس أو أديوس.